السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى من أصدقائي النصارى. أنا نزلت بوست اقتباسا من الكتاب المقدس: اللي قتلوا المصلوب غفر لهم، يا ليتني كنت معهم فأنول شرف الخلاص. ده كلام قاله الإيه السيد المسيح وهو على الصليب. يا أبتاه للرومان لما اجوا يقتلوه ويصلبوه، فالسيد المسيح قال ايه؟ يا أبتاه اغفر لهم فإنهم لا يعلمون ما يفعلون. فاللي قتلوا الإله غفر ليهم. فأنا بقول اقتباسا من الكتاب المقدس: اللي قتلوا المصلوب غفر لهم، يا ليتني كنت معهم فأنول شرف الخلاص. يعني يا ريتني كنت مع الرومان وهما بيقتلوا الإله المصلوب ده، عشان كان فاتي نولت شرف المغفرة والخلاص ده. فالمهم بقى هنلاقي بقى تعليقات النصارى. المهم بقى النصارى ايه لما بيجوا ايه بيردوا عليا، يا اما بالقرآن يا اما بالاحاديث النبوية. بصراحة بصراحة بيفهموني. عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ده قول النصرانية كاملة بعته لي، يعني بتذكرني يعني إن بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ايه يعني ان هو بيتكلم عن السيد المسيح في الوقت ده، الرسول بيتكلم عن السيد المسيح في الوقت ده. وبرضو نصرانية تانية اسمها أنطوانيت بتقول لي: استغفر الله يا ربي، ألم ترى التطابق بين كلام المسيح من على الصليب وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن مسعود: كأن الرسول يحاكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. محمد يتكلم عن رسول آخر كأنه يحكي نبيا من الأنبياء. هذا تطابق على السيد المسيح. طب انتوا ركزتوا، الرسول بيتكلم عن نبي يا نصارى من الأنبياء أدموه قومه وضربوه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ما يفعلون. طيب الرسول بيتكلم عن مين؟ عن نبي. طيب ركزوا معايا شوية. طيب انتوا بتقولوا عن المسيح نبي؟ انتوا يا نصارى بتقولوا عن المسيح نبي ولا بتقولوا عليه اله وابن اله؟ فما تجنناش معاكم. فهو الرسول كلامه واضح وصريح، بيتكلم عن نبي مش بيتكلم عن اله وابن اله. فبلاش تعرفون بما لا تعرفون. وهنا اصلا في الحديث ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نفسه. ما تكمل بيت الحديث وترجع لبقية الحديث. تعال انت لو تعبت نفسك يا نصراني انت وهو وكملت الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نفسه. هنا بيقول ايه؟ فقد سألت عائشة ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن اشد المواقف التي تعرض لها الرسول عليه الصلاة والسلام: هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من احد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجيبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ولم أستفق إلا بقرن الثعالب. ده مكان ميقات أهل نجد. فرفعت رأسي وإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا جبريل فأتاني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وأرسل إلي ملك الجبال، فأمر ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين. فإننا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم قوم يعبدون الله ويوحدون الله وحده.
فهو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اللي اتضرب واتأذى من قومه، وفي أنبياء كتير اتضربوا واتأذوا من قومهم. وطبعا الأنبياء هيقولوا إيه لما يتضربوا واتأذوا من قومهم؟ الأنبياء طبعهم هيقولوا اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون ما يفعلون. فهنا برضو حصل نفس الموقف عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قومه ضربوه وأدموه، فأرسل جبريل ملك الجبال كي يطبق عليهم الأخشبين. فإن النبي قال إيه؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ما يفعلون، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدوه ويوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فهنا النبي بيتكلم عن نفسه، أو يا إما نبي من الأنبياء. وانتوا يا نصارى ما بتقولوش المسيح نبي، انتوا بتقولوا عليه إله وابن إله. فعيب عليكم أو تجيبوا الحديث زي ده وتستدلوا بيه. عيب عليكم والله، عيب عليكم لما تجيبوا الحديث وتقولوا لي ده الرسول بيتكلم عن السيد المسيح. عيب عليكم والله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الهداية لنا ولكم. هذا وإن كان من توفيق فمن الله الواحد الأحد، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. إخوة فضلا ليس أمرا شاركوا الفيديو. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم. والسلام على من اتبع الهدى.